لمدة سنة واحدة فقط، عائد 20% وعائد ثابت طوال المدة من البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، متاح لكل الناس. فتابعونا بقى للآخر لمعرفة جميع التفاصيل. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل اي حاجه بنستاذن حضراتكم طبعا لو بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناه تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس على الكل عشان يصلكم كل الاحداث والحلقات الجديده خلال الفتره الجايه، لانها مهمه جدا زي ما حضرتك شايف. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش تدعمونا باللايك على الحلقه. خلونا بقى نخش في موضوع حلقتنا على طول. وطبعا العائد اللي معانا والفايده اللي معانا في الحلقه دي هي العائد الاخير والطرح الاخير على اذون الخزانه، زي ما اغلب الناس طلبت مننا الفتره الاخيره ان احنا نحاول نكرر الحلقه ديت باستمرار، وكل ما يبقى في طرح جديد لاذون الخزانه وعائد جديد نعرفهم التفاصيل، لان في ناس كتير في الوقت الحالي مهتميه بتفاصيل اذون الخزانه، لانها يعتبر البديل الاقوى للشهادات السنويه اللي اتلغت من فتره في البنك الاهلي وفي بنك مصر. فطبعا بنحاول نجيب لحضراتكم اخر عائد على اذون الخزانه. لكن خلونا قبل ما نقول العائد على كل المدد نوضح برضو لحضراتكم بعض التفاصيل كده على اذون الخزانه، عشان الناس اللي مش عارفاها او اول مره تشوفنا تبقى عارفه تفاصيل اذون الخزانه ايه بالظبط قبل ما تروح البنك الاهلي او بنك مصر او اي بنك متوفر في اذون الخزانه. طيب مبدئيا كده اذون الخزانه دي هي استثمار قصير الاجل، ومعنى ان هو قصير الاجل يعني سنه اقصى حاجه عليه، ما ينفعش يعدل سنه. لذلك المده الجديده اللي اتطرحت عليه 11 شهر فقط. واذون الخزانه دي ادوات دين حكوميه بتطرح من خلال وزاره الماليه، ووزاره الماليه بتطرحها من خلال البنك المركزي، والبنك المركزي بيطرحها من خلال البنوك، وفي الاغلب بتبقى البنوك الحكوميه البنك الاهلي وبنك مصر وبنك القاهره وهكذا. وبالتالي انت مش هتروح تشتريها من البنك المركزي ولا من وزاره الماليه. وبالتالي ما نخش شويه ونقول لك السوق السنوي بتاع البنك المركزي مش معناه ان انت هتروح تشتري من البنك المركزي، لا، التعامل كله بيبقى مع البنوك. تاني حاجة ان الحد الادنى لشراء اذن الخزانة الواحد هو 25,000 جنيه، يعني 25 50 75 100 وهكذا. المدد المتاحة في اذون الخزانة مدة ال3 شهور ال91 يوم، مدة ال6 شهور ال182 يوم، مدة ال9 شهور ال273 يوم، مدة السنة ال364 يوم. وهيخش ما بين ال9 شهور وما بين السنة المدة الجديدة اللي اتطرحت ال11 شهر ال336 يوم، زي ما قلنا أقصى حاجة عليها سنة. العائد على أذون الخزانة طبعا عائد سنوي زي أي عائد بتقل لحضرتك، وبتقسم على المدة بتاعتك. يعني مدة ال3 شهور هتقسم على 4، مدة ال6 شهور هتقسم على 2، مدة ال9 شهور ممكن تضرب المبلغ كله في العائد السنوي قلل ربع، مدة ال11 شهر هتقلل شهر واحد فقط، ومدة ال364 يوم مش هتقلل حاجة ومش هتقسم على حاجة لأن ده عائد سنوي. وطبعا الاسترداد على أذون الخزانة متاح في أي وقت، ودي من الحاجات الكويسة جدا والمميزة جدا في أذون الخزانة، إن أنت تقدر تسترد في أي وقت من تاني يوم عادي، مش لازم 6 شهور و4 شهور والكلام ده كله. وطبعا الاسترداد المكسب والخسارة على حسب بتسترد امتى والسعر كنت مشتري بكام وانت بتبيع السعر بكام. وزي ما دايما بنقول الأفضل تكمل المدة كلها وما تعملش استرداد على اذون الخزانه، والافضل تختار المده اللي هي مده السنه عشان ما تقسمش على حاجه وتاخد العائد كله. لكن طبعا لو انت عاوز المده اقل من كده فهي برضو كويسه جدا والعائد عليها مميز جدا. الحاجه اللي بعد كده ان العائد على اذون الخزانه مقدم، بتاخده في بدايه المده، ودي من اقوى المميزات في اذون الخزانه، بحيث لو انت عامل مبلغ كويس اذون خزانه وهيجيب لك عائد كويس تستثمره في اي حاجه تانية، او تشتري مثلا ذهب او تعيد تدويره وتعيد استثماره. أذون الخزانة عليها ضريبة 20%، والضريبة بتبقى على العائد وبتبقى في نهاية المدة. وركز كويس ان الضريبة بتبقى على العائد مش على المبلغ كله، وبتتخصم في نهاية المدة. طبعا الكلام مش هيوضح غير اما ندي مثال، وتعالى ندي مثال افتراضي مش حاسبينه ولا اي حاجة، لكن عشان يوضح الصورة مش اكتر. لو هنفترض ان انت حضرتك هتعمل أذون الخزانة دي ب100,000 جنيه، وليكن مثلا 100,000 جنيه دول العائد عليهم 20,000 جنيه، وانت حضرتك بتشتري اذون الخزانه بال100,000 جنيه، البنك هيخش يخصم من حساب حضرتك 80,000 جنيه ويسيب لك ال20,000 جنيه. ده كده العائد المقدم بتاع حضرتك. في نهايه المده ال20,000 جنيه دول عليهم ضريبه 20%،
يبقى هتضرب ال 20000 جنيه في 20%، يعني الضريبة عليهم 4000 جنيه. يبقى في نهاية المدة البنك هيرجع لك ال 96000 جنيه. دي كده اللي بيتم على أذون الخزانة بخصوص العائد المقدم والضريبة اللي بتتخصم في نهاية المدة على العائد. طيب النقطة اللي بعد كده في أذون الخزانة، إن أذون الخزانة فيها سوقين، فيها سوق أولي وفيها سوق ثانوي. والسوق الأولي ده بيبقى بتاع البنك المركزي، بيطرح خلال أيام الحد وأيام الخميس. الحد بيطرح مدة ال3 شهور وال9 شهور، ويوم الخميس بيطرح مدة ال6 شهور وال12 شهر، ومدة ال11 شهر دلوقتي اتضافت على يوم الحد. طبعا اي يوم بخلاف الايام دي هو اسمه السوق الثانوي وتقدر تشتري فيها برضه، لكن احنا دايما بنقول خليك في السوق الاولي بتاع البنك المركزي لان السعر بيبقى عالي فيه، انما السوق الثانوي بيبقى البنك اشترى من البنك المركزي وبيبيع لك بسعر اقل شويه عشان يحقق منك هامش ربح. طيب اخر نقطه معانا في تفاصيل اذون الخزانه، ان اذون الخزانه فيها اعلى سعر واقل سعر ومتوسط السعر، واحنا دايما بننصح ان انت تكتب في الاذن بتاعك متوسط السعر، لان ممكن لو كتبت اعلى سعر البنك المركزي يرفضه، ولو كتبت اقل سعر ممكن تاخد سعر قليل كان ممكن تستفاد بسعر اعلى من كده. فالافضل تكتب متوسط السعر عشان البنك المركزي يقبل الاذن بتاعك ويديك سعر كويس جدا. لذلك احنا هنقول لك دلوقتي في العائد على اذون الخزانه متوسط السعر على طول على كل المدة. طيب خلونا نبدأ بأول مدة والعائد على أول مدة. العائد الأخير مدة ال91 يوم، مدة ال3 شهور، متوسط سعر العائد عليها سجل 24.73%. الصافي بعد خصم الضريبة 19.78%. تاني مدة مدة ال182 يوم، مدة ال6 شهور، متوسط سعر العائد عليها سجل 24.46%. الصافي بعد خصم الضريبة سجل 19.56%. تالت مدة مدة ال273 يوم، مدة ال9 شهور، متوسط سعر العائد عليها سجل 25.81%. الصافي بعد خصم الضريبة 20.65%. آخر مدة وهي مدة ال364 يوم، مدة السنة، متوسط سعر العائد عليها سجل 24.98%. الصافي بعد خصم الضريبة سجل 19.98%، يعني يعتبر عائد 20%. فزي ما قلنا لك في مقدمة الحلقة هتاخد عائد 20% لمدة سنة واحدة فقط، عائد ثابت مش هيتأثر بأي حاجة، بل كمان العائد ده بتصرفه مقدم في بداية المدة. بس يا سيدي ده كده كان كل موضوع حلقتنا النهارده. اتمنى طبعا يكون الحلقه لا تعجب حضراتكم، استفدتم منها ولسه بسيطه. ما تنسوش طبعا تنزلوا تشتركوا في القناه، ما تنسوش لايك على الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده. شكرا.